السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة جايه لكم بعد غيبة طويلة من قبل العيد، وانا ما نزلتش فيديوهات لظروف خاصة. يعني دعواتكم معانا كده، وكله يدعي لحماتي ربنا يشفيها يا رب ويعافيها. كانت محجوزة في المستشفى وكلنا كنا زعلانين جدا، والنفسية كانت وحشة جدا جدا جدا. فالحمد لله اول ما اطمنا عليها تمام، وقلنا بقى ننزل اول فيديو لينا. يلا نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي لسه مشتركش معايا في القناة ينزل يشترك، ونضغط لايك وندوس اشتراك ونعمل كومنت حلو. تعالوا نعمل بسم الله كده. الوصفة بتاعت النهاردة عبارة عن ورق عنب وكمان لحمة بالبصل او يخني، على حسب انت ما بتسمي الوصفة دي ايه. جبت 4 بصلات وقطعتهم زي ما انتوا شايفين معايا، كله شرايح كده بطريقة حلوة. وبعد كده هنجيب اللحمة بتاعتي وهقطعها برضو شرايح. كل الأكلة دي هتبقى شرايح في قلب بعضها. اللحمة بتاعتي بقى ايه كده مكعبات، لا انا هقطعها كمان شرايح عشان خاطر ما تاخدش معايا سوا، وكله يستوي في قلب بعض. والاكله دي بتبقى طعمها حلوه قوي قوي مع ورق العنب يا جماعه، بتبقى لها طعم رائع. فانا قطعت اللحمه زي ما انتوا شايفين كده برضو مكعبات، كلها مكعبات كده. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الوصفه بتاعت النهارده. وصفه رائعه جدا ومش تاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود، وصفه على السريع. بس يلا لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك وندوس لايك وكل واحده تخش تتفرج عليا تنزل لي بدعوه حلوه لحماتي ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله. كده انا خلصت اللحمه تقطيع زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا بقى ان نخش على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه باللحمه والبصل ده. هعمل وصفه حلوه قوي. بسم الله كده. ايه هنحط الحله ونحط معلقه سمنه زي ما انتوا شايفينها كده، وهنزل بالبصل لحد ما البصله بتاعتي بتدبل. اول ما تدبل معايا وتاخد لون كده بسيط، هنزل باللحمه واشوح كده البصله في قلب اللحمه لحد ما الاتنين ياخدوا لون معايا. وهما بيتشوحوا كده انزل بالفلفل الاسود. وبعد كده عندك حبهان ناعم حطي. انا حطيت كده ربع معلقه من الحبهان الناعم، بتدي طعم حلو قوي مع ورق اللوري. الاكله دي ما بتحبش توابل كتيره، بس يعني الرئيسي بتاعها الملح والفلفل. ولو انا حطيت ورق لوري وكمان حبهان بتدي طعم حلو قوي للاكل. دلوقتي انا شوحتها زي ما انتوا شايفين كده، اللون البني التحفه اللي انتوا شايفينه معايا كده. هنزل بالورق اللوري بقى عشان خاطر ايه يمتص اي دهون زياده في الاكل، وبيدي كمان ريحه وطعم حلو قوي. نزلت بالورق اللوري وشوحتها برضو شوحتين كده معايا تشويحتين. ويلا نغلي المية السخنة وننزل عليها كده. بسم الله. نزلنا بالمية السخنة لحد ما غطينا اللحمة بالبصل، وبعد كده هنغطيها ونسيبها على نار متوسطة لحد ايه ما تستوي معايا. جبنا بقى الرز بتاعي وغسلته. ورق العنب نص كيلو، ورق العنب اخد كيلو رز بالظبط. وانا كان عندي الصلصة بتاعتي كنت مجهزاها في الفريزر، بالخضرة قطعتها وكل حاجة كانت جاهزة على الحشو. ورحت ايه مقلبه كله في بعض، وجهزت الحله بتاعتي وحطيت في الارضيه بتاعتها طماطم وفلفل وبصل. وكمان جبت ليمونه وقطعتها وملح وفلفل، بتدي طعم حلو قوي للورق العنب، الصراحه بتدي طعم رائع. يلا بقى بسم الله كده تعالوا نحشي مع بعض ورق العنب بطريقه حلوه وسريعه جدا. واللي لسه متعرفش تلف ورق عنب يلا تخشي وتعلمي وهلفي ورق العنب في اسهل طريقه. يلا بينا. كده بنحشي ورق العنب زي ما انتم شايفين معايا. بصوا يا جماعه ورق العنب عشان كمان تحفظيه وانتي بتسلقيه، حطيه لمده بالظبط دقيقه في الميه وطلعيه. اول ما اللون بتاعه يغير حطيه تحت ميه من الحنفيه، وحطيه في الفريزر عندك وبالسنه كامله. استحاله انه يتهرى او يتفرفت او يحصل له اي حاجه. هعمل لكم برده فيديو قبل بعد كده بازاي نحفظ ورق العنب بطريقه حلوه قوي. خلاص انا بحشي بقى ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، وبقطفه وبلفه بطريقه حلوه وجميله والله، وسهله جدا وما بياخدش معايا وقت خالص. يعني وانتي واقفه كده بتحشي كميه اللي انتي عايزاها من غير ما ياخد معاكي وقت ولا مجهود. انا بقى هخلص الكميه كلها وهرجع لكم بقى تاني.
كده يا جماعه. بصوا انا خلصت الكميه بقى وانا ما عنديش شوربه، فانا جبت مرقه الماجي، جبت 3 مكعبات مرقه ماجي، وجبت معلقه صلصه بتاعه الطماطم، معلقه كبيره، ونزلت بيها برضو كمان حبه فلفل اسود. ونزلت بقى بالميه المغليه. الصلصه مع المرقه مع الفلفل بتدي طعم حلو قوي للشوربه الكدابه بتاعه المرقه المحشي. لو انا ما عنديش شوربه بعمل الشوربه دي لورق العنب بالذات، بتدي طعم حلو قوي. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي لحد ما اغطي ورق العنب بالميه او بالشوربه الكدابه بطريقه عفويه كده، بس انت لازم تغطيها عشان خاطر المحشي بتاعك يستوي. بعد كده ايه، هغطي بقى. انا كنت سايبه كام ورق عنب كده عشان اغطي بيها ورق العنب على الوش. ده برضو بيحفظ لي ورق العنب انه ما يفكش، ويحتفظ بكل واحده كده باللفه بتاعتها، ولا ينفش ولا يفك ولا يحصل له اي حاجه. انا غطيت الورق العنب زي ما انتم شايفين كده بطريقه حلوه برضو وسهله جدا. واعملي الطريقه دي والله العظيم اسهل من اي طريقه ممكن تتعلمي تعملي ورق عنب فيه. وكمان ايه، كان بقى حبه رز، رحت جايبه كام قرن فلفل كده اللي انتوا شايفينه ده، ورحت حشيهم وحطاهم على الوش. ويلا بينا بقى نرفعه على البوتاجاز ونشوف الشكل النهائي عامل ازاي. وكده بقى ايه، واحنا بقى بعد ما هنرفع نشوف اللحمه بتاعتنا استوت اهيت. وبعد ما استوت معايا نزلت ببطاطسايه كبيره كده، قطعتها ونزلت بيها على اللحمه بالبصل او اليخني على حسب ما انتي بتحبيه او بتسميه ازاي. واخر حاجه طبعا ضفتها الملح. وبعد كده بقى هي هضيف عليها نص كوبايه ميه بس يا دوبك ايه تاخد سوا البطاطس، لان اللحمه خلاص استوت معايا. فانا هنزل بقى بنص كوبايه من الميه وهسيبها شويه لحد ما تستوي. ويلا بينا نغرف ورق العنب واوريكم ازاي شكله بقى رائع وطعمه. الصراحه انتم طبعا ما تعرفوش طعمه، بس انا بقى بوصف لكم طعمه الصراحه تحفه جميل رائع. فانا بقى بوريكم كمان الفلفل اللي استوى جدا. الفلفل استوى، ورق العنب استوى، كل حاجه استوت الصراحه، وكله كان طعمه اروع من بعضه. إيه، يلا بينا نقلب بقى ورق العنب واوريكم الطعم التحفه الجميل. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه ينزل يشترك وندوس لايك كده واحنا ايه بنتفرج مع بعض. انا بشيل طبقه الفرشه اللي انا فرشتها كده على الوش بتاعت ورق العنب عشان تحفظ لي ورق العنب. وهوريكم الشكل. طبعا بصوا ورق العنب اكنك لسه رصاه ولا بيتحرك ولا بيبص بيحصل له اي حاجه. انا كده غرفت ورق العنب بسم الله ما شاء الله، راح ريحه وطعم لا اروع. وكمان غرفت اللحمه بالبصل. وتعالوا تفضلوا معانا وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم يا رب في فيديو جديد. يلا، السلام عليكم.